تخيل كده معايا يا عزيزي تنتقل لعالم تاني، مش بيكون في حياة انسان ولا بطل ولا حتى وحش قوي، ولكن بيضة، ايوه بيضة تنين، لوحدك في عالم مليان وحوش، مفيش حد يسمع صراخك ولا حد يحميك غير عقلك وغريزة البقاء. من اول لحظة البطل بتاعنا بيتولد في اخطر مكان ممكن تتخيله، كل خطوة حوالين منه موت وكل قرار غلط نهاية. لكن هنا المفاجأة، البيضة دي مش عادية، ومع كل تجربة مع كل خطر قوة غامضة بتصحى جواه وتتطور ويخلي المستحيل ممكن. يا ترى بيضة ضعيفة تقدر تعيش في عالم مفهوش رحمة، ولا دي بداية اقوى تنين العالم شافه؟ ولكن قبل ما نبدأ حكايتنا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. الحلقة بتبدأ وبطلنا بيصحى من النوم في مكان ضلمة كحل. أول حاجة بتيجي في باله إيه ده؟ وأنا نمت؟ بيحاول يولع النور بس مفيش أي زرار والمكان ضيق ومخنوق. يبدأ يسأل نفسه هي دي أوضة مين؟ وأنا فين؟ لكن المشكلة الأكبر إنه مش فاكر أي حاجة عن نفسه ولا عن أوضته أصلا، كل ذكرياته ممحية تماما. وسط الضلمة دي بيلمع خط رفيع من النور بيحاول يوصل له، وفجأة بيلاقي نفسه بيكسر حاجة وبتقع بره. الصدمة الحقيقية كانت لما لقى نفسه في وسط غابة كثيفة، بيحاول يتحرك لكنه بيكتشف إنه مشلول تماما، مش قادر يحرك أي عضلة في جسمه. بيقول هو إيه اللي بيحصل؟ في لحظة الارتباك ديت بتظهر قدام عينه شاشة غريبة زي شاشات الألعاب بالظبط، مكتوب عليها النوع بيضة التنين. بطلنا بيتصدم أكتر، إيه بيضة التنين؟ وفجأة بيسمع صوت في دماغه، الصوت بيقول له تم فتح نافذة الإحصائيات الخاصة بك. الصوت ده بيعرف نفسه بأنه صوت النظام وإنه في المستوى الأول، ومهمته إنه يشرح له كل حاجة عن قدراته وحالته. بطلنا بيسأله وأنا في لعبة ولا إيه؟ لكن الصوت بيرد عليه رد بارد، الصوت لا يمكنه تقديم تفسيرات من هذا النوع في المستوى الأول. بيفضل بطلنا يسأل أسئلة زي أنا مين وأنا فين، لكن الإجابة دايما واحدة، الصوت لا يمكنه تقديم تفسيرات من هذا النوع في المستوى الأول. واضح إن حياته الجديدة ديت لها قوانين الخاصة وإنه لازم يطور نفسه عشان يفهم أكتر. وهو في حالة الصدمة دي بيقع من على الشجرة اللي كان عليها. الوقعة دي كانت مؤلمة وصحته بتقل، لكن في نفس الوقت الصوت بيبلغه خبر جديد، لقد حصلت على مهارة مقاومة السقوط وكمان لقب الغبي. بطلنا بيتعصب وبيقول دلوقتي بتتريق عليا كمان؟ بعد الوقعة بيبدأ يتدحرج على منحدر. في الأول كان بيتدحرج بشكل عشوائي، كأنه بيكتشف إنه ممكن يتحكم في اتجاهه شوية. وهو بيتدحرج بيوصل عند حافة بحيرة صغيرة، وهناك بيشوف انعكاسه في المية لأول مرة. الصدمة بتكمل لما بيعرف إنه بيضة. طب إزاي يا جدعان ده حصل؟ وعشان يزود الطين بلة بيطلب من الصوت معلومات عن بيضة التنين، فبيجيب له شرح يفهمه. اولا هو بيضة التنين وحش من الرتبه اف، وهو نسل تنين، هتموت لو انكسرت قشرتك، وانه كمان عاجز وذو ذكاء منخفض بسبب دماغه الغير مكتمل. كل اللي تقدر تعمله هو تدحرج، على الرغم انه يقدر يبقى تنين مخيف مع تقدم العمر، الا ان البيضه تعتبر في الواقع طعام شاي فاخر من الاخر. ومن الممارسات الشائعه بين المغامرين تدمير اي بيضه تنين يلاقوها. الكلام ده كان زي الصعقه، مش بس هو ضعيف وعاجز، ده كمان يعتبر وجبه فاخره للمغامرين. الخطر بيحيط بيه من كل مكان. وسط اليأس ده بيلاحظ ان مهاره التدحرج بتاعته وصلت لمستوى تاني، وده خلاه يقدر يتحكم في حركته بشكل افضل. بياخد قرار انه لازم يتحرك ويدور على طريقه عشان ينجو، وبيفضل يتدحرج في الغابه وكل شويه يقع ويتخبط. ومهاره مقاومه السقوط ولقب الغبي بيزيدوا في المستوى، وصحته بتفضل تقل. بيكتشف ان لما بيرتاح شويه صحته بترجع تزيد تاني، ده بيديله امل وبيخليه يفكر في خطواته الجايه. بيبدا يستوعب انه في عالم شبه العاب الار بي جي، وانه عشان يطور ويخرج من كونه بيضه لازم يجمع نقاط خبره. طب هيجيبها منين؟ الاجابه واضحه، لازم يحارب وحوش. وهو بيفكر في موضوع القتال ده يلمح حشره غريبه شكلها زي الدوده ولونها بنفسجي. بيطلب من الصوت يعرض له بياناتها، النوع دودة الظلام، الألقاب آكل البيض. اللقب الأخير ده كان كفيل يخليه يفهم كل حاجة. الدودة جاية عشان تاكله. بتبدأ مطاردة عنيفة والدودة بتجري وراه وهو بيحاول يهرب بالتدحرج، لكن الدودة سريعة ومصممة إنها ما تحلهوش. بطلنا بيعرف إن الهروب مش حل، إنه لازم يواجهها. بيشوف إحساساته وبيلاقي إن صحته أعلى من صحته، فلو هجموا على بعض بشكل مباشر هو اللي هيخسر. وهنا بيبدأ ذكاؤه البشري يظهر، بيستدرك الدودة ناحية حافة صغيرة وبيعمل نفسه هيقع. الدودة بتجري وراه من غير تفكير. في اللحظة المناسبة بطلنا بيتدحرج بسرعة وبينط على الدودة من فوق. الضربة دي بتأثر على الاتنين، لكنها كانت كافية عشان تقضي على الدودة. بعد ما الدودة بتموت الصوت بيعلن لقد حصلت على 12 نقطة خبرة، وبسبب تأثير لقب البيضة المتجولة حصلت على 12 نقطة خبرة إضافية، وكمان وصلت للمستوى الخامس من بيضة التنين. وبكده يكون وصل لأقصى مستوى وتم استيفاء جميع متطلبات التطور. أخيرا تعبه ما جابش الأرض ووصل لأقصى مستوى كبيضة، ودلوقتي جه وقت التطور. كانت لحظة انتصار وأمل كبير وسط كل الياس اللي كان حاسس بيه. الصوت بيسأله إذا كان عايز يشوف شجرة التطور المتاحة ليه، ولما بيوافق بيظهر قدامه اختيارين: واحد التنين الصغير، سلالة قزمة من التنانين حجمه أكبر من الدب، المغامرين بيخافوا منه بسبب هجوم نفس النار واختيار آمن وقوي من البداية. اتنين التنين الرضيع، لحمه طري جدا ويعتبر شهي وبيلاقي عليه الصلصة، غير مناسب للمعركة بسبب مخالبه وأنيابه الصغيرة، لكن عنده إمكانيات كبيرة ويمكن يتطور لأنواع كتيرة ومختلفة من التنانين. عادة بيتم اصطياده بواسطة الوحوش أو المغامرين، هو اختيار مليان بالمخاطر ولكن عنده إمكانيات غير محدودة. في الأول بطلنا بيميل لاختيار الآمن، التنين الصغير قوي من البداية
حمايه ومحدش يقدر يقرب له بسهوله. اما التنين الرضيع فده وصفه يفتح النفس، بالذات لما وصفه بيليق عليه الصلصه، لكن كفيل يخليه يرفضه تماما. لكن قبل ما ياخد قراره النهائي بيسمع نسخه مختلفه من الصوت بتقول له خليك قوي، انت عندك هدف واحد بس وهو القمه، انا متوقع كتير منك، ما تخيبش املي فيك. بعد الرساله الغامضه دي الصوت بيعلن ان مهاره صوت الحاكم نفسها اتطورت لمستوى تاني. بطلنا بيفهم ان الرساله دي كانت من النسخه المتطوره من الصوت وانها كانت بتحاول توجهه. بيفكر في كلامه التنين الرضيع عنده امكانيات كبير، وده معناه ان التنين الصغير ممكن يكون تطوره محدود وممكن يوصل لطريق مسدود بسرعه. فكره انه يختار الامان دلوقتي ويبقى ضعيف في المستقبل كانت مرعبه. بياخد قراره بشجاعه وبيقول انا هختار التنين الرضيع، مش عايز اندم بعدين. بمجرد ما بيختار بيبدا جسمه يتغير، القشره بتتكسر وبيخرج منها كائن صغير. الصوت بيعلن عن التطور وبيقول انه حصل على مهارات جديده زي قشور التنين ونفس الطفل، بالاضافه للقب جديد ابن ملك التنانين. احصائياته زادت بشكل كبير، لكن صحته ونقاط السحر بتاعته ما كانتش كامله، وده معناه انه لازم يرتاح او ياكل عشان يستعيد قوته. وهو بيبص على جثه الدوده اللي قتلها بيحس باحساس غريب، الجوع. مش اي جوع، ده جوع غريزي. جسمه بيقول له كل الدوده ديت عشان تستعيد صحتك. بالرغم ان الفكره كانت مقرفه جدا الا انه بيستسلم لغريزته وبيبدا ياكل الدوده. طعمه كان مقزز لابعد الحدود لكنه كان ضروري عشان يكمل. بعد ما استعاد صحته بيبدا مرحله جديده من حياته. الصيد بقى اسهل عليه بكتير انه يصطاد دوده الظلام. كل ما يقتل دوده مستواه بيزيد بسرعه، بيوصل لمستوى 3 وبعدين 7 وبيحصل على لقب المقاتل ومهاره لكمه التنين. القوه الجديده ديت بتديله ثقه كبيره في نفسه وبيحس ان الوصول للقمه ممكن يكون اسهل من ما كان متخيل. مع الوقت بطلنا بيزهق من طعم الدوده المقرف، قرر انه لازم يلاقي مصدر اكل تاني. بيجرب ياكل مشروم غريب من الغابه لكن النتيجه كانت انه اتسمم وكاد يموت. التجربه المؤلمه ديت كسبته مهاره مقاومه السموم وطورت له لقب الغبي للمستوى الثالث. كمل بحثه لحد ما بيلاقي فريسه جديده ذئب رمادي. بيشوف احصائياته وبيلاقي انها اقل من احصائياته. بيقرر يهجم عليه. الذئب كان اكبر منه في الحجم لكن بطلنا كان اقوى. باستخدام مهاره لكمه التنين بينجح في القضاء على الذئب، وهنا بتجيله فكره عبقريه. بيستخدم مهاره نفس الطفل اللي هي نسخه ضعيفه من نفس النار عشان يشوي لحم الذئب. ريحه اللحم المشوي كانت خرافيه، ولما داقه كانت اول مره من ساعه ما اتولد في العالم ده ياكل حاجه طعمها حلو. ياه، هو ده الكلام يا زميلي، ناقص بس شويه فلفل والدنيا تبقى دمار. بيستمر في صيد الذئاب وشويها ومستواه بيزيد ببطء. بيوصل لمستوى ال20. بيعرف ان التطور الجاي عند مستوى 25. حياته بدات تستقر وبقى متاقلم مع كون التنين، لكن كان حاسس بالوحده، مفيش حد يتكلم معاه غير الصوت البارد ده. يوم هو بيشوي لحم الذئب بيسمع اصوات غريبه، اصوات بشريه. لاول مره بيسمع لغه وكلام. بيجري ناحيه مصدر الصوت وبيشوف مجموعه من الناس لابسين درع ولبس خاص بالمغامرين وشكلهم مغامرين بالظبط زي ما الصوت وصفهم. بيبدا يفكر انا تنين والمغامرين بيقتلوا تنانين، بس انا شكلي كيوت وصغير، ممكن ما يكونش قصدهم عليا. بيقرر يعمل خطه جريئه سماها عمليه الصداقه، وبيطلع قدامهم بيعمل حركات لطيفه وبيحاول يبين انه مسالم ومش خطير، لكن الخطه بتفشل فشل ذريع. المغامرين اول ما بيشوفوه اعتبروه وحش خطير. واحد منهم بيستخدم سحر بيصيب بطلنا بالشلل، بيحس ان جسمه كله بيتخدر ومش قادر يتحرك، وهنا بيكتسب مهاره مقاومه السحر. بيقع على الارض عاجز. المغامرين بيقربوا منه عشان يقتلوه. بيحس بالغباء وازاي يفكر ان البشر ممكن يصاحبوا تنين. كل المجهود اللي عمله عشان يطور وينجو هيروح على الفاضي، وهو مستني نهايته بتحصل حاجه غير متوقعه. بنت صغيره من المجموعه بتقف قدامه وتدافع عنه، بتقول لزمايلها يسيبوه في حاله. البنت دي اللي بنعرف بعدين ان اسمها ميريا. بتقرب منه وتستخدم سحر شفاء عليه. بيحس بدفء غريب والشلل بيبدا يروح. يعرف انها بتعالجه بالرغم من ان ده استنزف كل نقاط السحر بتاعتها تقريبا. بيحس بامتنان كبير جدا. البنت دي انقذت حياته من غير ما تعرف عنه اي حاجه، لمجرد انها شافت كائن ضعيف محتاج مساعده، وعشان يفضل معاه اطول فتره ممكنه بيعمل نفسه لسه مصاب. وهنا بيكتسب لقب جديد من الصوت وهو لقب الكاذب. وهو بيتمتع بلحظات الامان دي بيكتسب مهاره جديده اللغه اليونانيه واللي بتخليه يفهم كلامهم. فجاه بيسمعوا صرخات مرعبه جايه من بعيد. واضح ان وحش قوي جدا هجم على باقي المغامرين. ميريا بالرغم انها ما عندهاش اي طاقه سحريه باقيه بتقرر تروح تساعدهم. بطلنا بيحاول يمنعها وبيحاول يقول لها انها هتموت لو راحت، لكنها بتودعه وبتمشي. وهو لسه متاثر ببقايا الشلل. بيحاول يقوم يتحرك بكل قوته، بيقول لازم اتحرك، لازم اساعدها. اخيرا بيقدر يتخلص من الشلل تماما وبيجري باقصى سرعه في اتجاه الصوت. بيوصل عشان يلاقي مشهد مرعب، وحش ضخم شبه سحليه صخريه، والصوت بيعرفه بانه تنين صخر صغير من الرتبه سي، واحصائياته مرعبه وصحته حوالي 197، وده اعلى بكتير من اي حاجه واجهها قبل كده. بطلنا بيصرخ باسم ميريا وهو شايف الخطر اللي بيهددها ومش معروف هيقدر ينقذها ولا لا. بيبص حواليه بعينين لسه فيها زغلله. عينيه وقعت على الوحش اللي كان السبب في الكارثه دي كلها. تنين صخر ضخم واقف قدامه. في اللحظه دي ظهرت قدامه بيانات الوحش بشكل سحري زي ما بيحصل معاه دايما. النوع تنين صخر صغير، الرتبه سي، نقاط الحياه 197. بطلنا اتصدم من كلمه صغير اللي في الوصف وهو شايف حجم المرعب وقوته تدميريه. كان بيقول لنفسه ازاي ده يكون صغير. الخوف سيطر عليه وبدا يلوم نفسه، انا كنت غبي قوي، لو كنا احنا الثلاثه تعاوننا مع بعض من الاول يمكن كان في فرصه. لو الكائن ده قرب مني دلوقتي انا بجد هموت. واستحلت الرعب دي انه لمحت ميريا تاني وقلبه اتعلق بامل انها ممكن تكون لسه عايشه، لكن الامل ده اتحول لفزع في ثواني لما شاف ان التنين الصخري هو كمان لاحظ وجود ميريا وبدا يتجه ناحيتها مباشره. هنا بطلنا دخل في صراع داخلي عنيف. كان عارف كويس انه اضعف بكتير من انه يواجه الوحش
الوحش ده، وان ما عندوش اي مهارات او احصائيات تسمح له يهزمه. رغم ادراكه تام لخطوره الموقف، رغم ان السوق كان بيقول اللي بيعمله ده جنان، الا ان احساسه بالمسؤوليه ناحيه ميريا خلاه ياخد قرار شجاع. قرر انه لازم يعمل اي حاجه عشان ينقذها. الخطه كانت انه يلفت انتباه التنين الصخري ويخليه يجري وراه، كده يبعده عن ميريا. بمجرد ما اخذ القرار ده، نفذ حركه تحرك عشان يهرب من طريقه، وبفضل استخدامه للمهاره دي في موقف خطير زي ده، حصل على لقب جديد وهو ملك التهرب. لكن في لحظه التوتر دي، بطلنا كان متغاظ جدا من الصوت اللي بيظهر في اوقات مش مناسبه، ورد عليه بغضب: اخرس. بعدها بص بسرعه على دوس وجرانتس عشان يتاكد من حالتهم. شاف جثه جرانتس واتاكد انه مات، لكنه شاف دوس لسه عايش. الاحساس بالمسؤوليه ناحيه اللي لسه عايشين خلاه يصمم اكتر على خطته. بطلنا بدا يستفز التنين الصخري عشان يخليه يركز عليه هو بس، لكن التنين فاجئه بهجوم عن بعد استخدام مهاره الارتجاج، وده صدم بطلنا اللي كان فاكر انه بره نطاق هجومه. بعدها التنين الصخري استخدم هجمه العضه، وبطلنا رد عليه بهجومه الخاص. لكن الصدمه الاكبر كانت لما شاف ان التنين الصخري مش بس نجا من هجومه، ده كمان استعاد جزء من نقاط حياته. ده معناه ان الوحش ده عنده قدره على الشفاء الذاتي، وده بيخليه خصم شبه مستحيل هزيمته. رغم الصدمه، بطلنا شاف فرصه في ان التنين مشغول بيه. قرر يركز على انقاذ ميريا وحملها على كتافه، ولا انا مش هعرف انقذ الاثنين. وبدا يجري. وهو بيجري لاحظ ان نقاط حياه ميريا بتقل، وفكر ان ده ممكن يكون بسبب النزيف. خطر في باله انه ممكن يستخدم سحر شفاء، لكنه صرف النظر عن الفكره دي بسرعه عشان يركز على الهدف الاهم، وهو ان يوصلها لمكان امن. وهو بيجري وميريا على ظهره، بدا يشم ريحه بشر جايه من الاتجاه اللي ميريا كانت جايه منه لما اتقابلوا اول مره. قرر يمشي ناحيه الريحه دي على امل ان يلاقي قريه او مكان امن، لكن وهو في طريقه شم ريحه تانية مميزه، ريحه ذئاب رماديه. في لحظه استوعب انه محاصر. عدد الذئاب كان بيزيد. هو كان مرهق جدا من المواجهه مع التنين الصخري. حاول يواجههم بشجاعه وهو بيزعق، لكنه كان حاسس انه وصل لاخر نفس فيه. حس بالاستسلام للحظه وقال لنفسه: انا وصلت لحد الاقصى خلاص. لكن بعد صراع طويل ومرير مع الذئاب، قدر اخيرا يوصل لهدفه. شاف قدامه بيوت قريه بشريه وحس بانتصار صغير. صرخ باعلى صوته: مساعده، حد يجي هنا بسرعه. الناس اللي في القريه شافوه سمعوا صراخه. بطلنا حاول يوضح لهم موقفه وبيقول: ارجوكم، انا بحاول بس اساعدها، اسمعوني. لكن من سوء الحظ اهل القريه ما فهموش الموقف وبدا يهجموا عليه. وصاحبنا اتصف رجله، وبعدها اتاكد ان مفيش فايده، هم هيفضلوا يشوفوه كوحش. فبيضطر يسيب ميريا ويمشي. حد من اهل القريه حظ ان الوحش ده ممكن يرجع تاني، علشان كده لازم ياخدوا بالهم. واحد تاني كان بيصرخ ان ميريا بتنزف دم كتير ولازم حد يلحقها. بطلنا حس بالراحه اخيرا لما طمن ان ميريا في امان. وفي اللحظه دي حصل على لقب جديد تاني: البطل الصغير. بعد يومين ميريا فات من غيبوبتها، لقت نفسها في بيت غريب. كانت لسه مش مستوعبه اللي حصل، وسالت نفسها انا فين. شافت ماريل بتعتني بيها. ماريل طمنتها وقالت لها انها في بيتها، وانها كانت مصابه اصابات خطيره وقررت تستخدم سحر ابيض قوي عشان تعالجها. ميريا سالتها هي كانت فاقده الوعي بقالها قد ايه، وماريا جاوبتها يومين بالتمام والكمال. هنا ماريا افتكرت ان لازم يكون في حد جابها للقريه، لانها مستحيل تكون وصلت لوحدها. لكن ماريا استغربت من كلامها وقالت لها ان محدش في القريه شاف حد جابها، وانهم لقوها بتتعرض لهجوم من وحش على اطراف القريه، وان شاب اسمه انا اقول عليه جرجير يا عزيزي هو اللي طرد الوحش ده. ماريا اللي افترضت ان ماريا ممكن تكون فقدت جزء من ذكرياتها بسبب الصدمه، لكن ماريا كانت متاكده انها اتهجم عليها من التنين الصخري في الغابه، وانها فقدت الوعي هناك. الشك بدا يدخل قلبها، وبدات تفكر: هل ممكن يكون التنين ده هو اللي انقذني؟ ماريا سالت ماريا بقلق عن مصير صحابها. ماريا قالت لها بحزن انهم لقوا جثه جرانتس في الغابه، وانه مات بسبب ضربه قويه بحجر. اما دوس فجثته لسه ما لقوهاش، لكن الاغلب انه تاكل. ماريا كان متضايقه جدا من تهور دوس، وقالت: انا مش عارفه قلت لدوس كم مره ما يجيبش اي مشاكل. ماريا حست بالندم والذنب، وقالت: لو انا كنت وقفت دوس. لكن ماريا حاولت تطمنها وقالت لها ان دوس كان من النوع اللي عمره ما يسمع كلام حد، وان رجوعها هي عايشه يعتبر نعمه في حد ذاته. وهنا ماريا بدات تفتكر اللي حصل بالظبط. افتكرت لمحات من الماضي لما كان دوس شخص محبوب في القريه، خصوصا من الاطفال، لانه كان دايما بيحميهم من الوحوش. لكنها افتكرت كمان المشاده الكلاميه اللي حصلت بينه وبين شخص تاني في القريه. الشخص ده كان بيقول لدوس انه جبان وهرب من مواجهه التنين الصخري زمان. الكلام ده استفز غرور دوس وخلاه يقرر انه هيروح يهزم التنين الصخري عشان يثبت شجاعته. الفلاش باك كشف ازاي دوس كتب على ميريا وقال لها ان ماريال موافقه على الخطه دي، وكمان طلبت مساعده منهم، وده طبعا ما كانش حقيقي. هو استغل طيبه وتردد ميريا وضغط عليها عشان تروح معاهم، وقال لها لو ما ساعدتناش احتمال انا وجرانتس نموت. ماريا اضطرت توافق على مضض وهي بتقول خلاص، بس لو الامور بقت خطيره هنرجع تاني. بعد ما ماريا خلصت حكايتها، ماريا علقت باسف وقالت غرور دوس هو اللي كلفه حياته. البشر بياخدوا قرارات غلط عشان حاجات تافهه قوي. في مكان تاني كان بطلنا التنين تعافى تماما من جروح، كان مصدوم من سرعه شفائه، بيقول اعتقد ان التنانين جسمها قوي، بس ده جنان تعافيت من كميه الضرر دي كلها. لو كنت انسان ما كنتش اخاف بالسرعه دي ابدا. قلبه كان لسه مشغول بميريا، وكان بيتمنى انها تكون كويسه، لكن اللي كان مسيطر على تفكيره اكتر واحساسه بالضعف الشديد. افتكر مواجهته مع التنين الصخري وازاي هجومه ما عملش فيه اي حاجه، بل بالعكس التنين استعاد صحته. الاحساس ده ولد جواه رغبه قويه، وبيقول انا عايز ابقى اقوى. وعشان يحقق الرغبه ديت طلنا لجأ لطريقه قاسيه شويه. قبض على دودة ظلام واستعملها كطعم عشان تستعمل مهاره استدعاء الحلفاء عشان يجوا اصحابها ويساعدوها، وكان بيقتلهم كلهم عشان ياخد نقاط الخبره بتاعتهم. وبسبب استخدام المهاره بالطريقه ديت حصل على لقب جديد: فاعل شر. اللقب ده ضايقه جدا، وجه كلامه للصوت بغضب: فاعل شر؟ تقصد ايه يعني؟ انا مش هستخدم الطريقه دي تاني بعد كده. لكنه في نفس الوقت كان بيعتذر المخلوقات اللي استدعاها وقتلها، وكان بيبرر
وبرر لنفسه ان تضحيتهم دي نبيله. والفعل بعد ما قتل عدد كبير من ديدان الظلام قدر يجمع نقاط الخبره اللازمه، مستوى ارتفع من 24 ل 25، وده كان اقصى مستوى ممكن يوصل له في شكله الحالي. ونتيجه لده ظهرت الرساله اللي كان مستنيها: لقد وصلت للحد الاقصى لمستواك، وكمان استوفيت متطلبات التطور. هل ترغب في عرض شجره التطور؟ بطلنا رد بحماس: ايوه طبعا. لما بص على شجره التطور لقى قدامه 5 خيارات مختلفه، كان متحمس جدا عشان يعرف الفروقات ما بينهم. بدأ الصوت يستعرضهم بالتفصيل واحد ورا تاني. واحد: تنين ضئيل، نفس الحجم الصغير زي التنين الصغير الحالي، نمو الفرد بطيء وخيارات تطوره محدوده. المميزات: العديد من تطوراته المستقبليه لها امكانيات كبيره، ولكن العيوب: النمو البطيء والخيارات المحدوده حاليا ما عجبتش بطلنا. اتنين: تنين ملاك ضئيل، تطور نادر بيحصل لما تنين صغير يكون عنده ميل للخير، بيتميز بقدرات شفاء عاليه ومقاومه للسحر المظلم. المميزات: قدرات شفاء ومقاومه للظلام. العيوب: بطلنا حس ان ده مش مناسب لشخصيته او لاهدافه الحاليه في انه يبقى اقوى في الهجوم. 3: تنين طفل، الشكل الطبيعي التالي بعد التنين الرضيع، قدراته البدنيه بتتحسن بشكل كبير. المميزات: مجرد نسخه اقوى من الشكل الحالي، تطور مباشر وامن. العيوب: مفيش فيه اي مميزات خاصه او قدرات فريده. 4: تنين صخر طفل، تطور بيحصل لما تنين يتعرض لطفره بيكون عنده جلد صخري صلب، قدرات دفاعيه عاليه جدا. المميزات: دفاع خارق، وده كان هيخليه يقدر يواجه وحوش زي تنين الصخر اللي قبله. العيوب: ممكن يكون بطيء او قدراته الهجوميه مش بنفس قوه الدفاع. 5: تنين طاعون شرير، تطور نادر وخطير، بيحصل لما تنين يكون عنده ميل للشر، بيمنح قدرات لها علاقه بالسموم والامراض ويعتبر نذير شؤم. المميزات: بيمنح قدره فريده ومغريه جدا وهي التحول البشري. العيوب: تطور شرير وممكن يخليه منبوذ من البشر ومن مخلوقات تانية. بطلنا كان محتار جدا، كل خيارات لها مميزاتها وعيوبها، لكن كلمه التحول البشري اللي جت مع تنين الطاعون الشرير لفتت انتباهه جدا. فكره انه يقدر يبقى انسان ويروح القريه ويتكلم مع الناس كانت حلم بالنسبه له. رغم ان فكره التحول البشري دخلت دماغه وسيطرت على تفكيره، الا انه كان لسه محتار: هل يختار القوى المباشره والامنه ولا يختار الطريق المظلم والخطير اللي ممكن يحقق له حلمه في انه يعيش وسط البشر؟ بطلنا محطوط في موقف لا يحسد عليه، ولازم ياخد قرار مصيري هيغير حياته كلها. بعد ما عرف ان قدامه طريقين للتطور، طريق يخليه تنين طيب وابن ناس، وطريق تاني يخليه تنين شرير بتاع مشاكل، وقف محتار ومش عارف يعمل ايه. كله حلمه وهدفه الاسمى ان ياخد مهاره التحول البشري عشان يقدر يروح قريه البشر ويشوف ميريا تاني، البنت اللي حاسس ناحيتها برابط غريب ومش مفهوم. المشكله ان الاختيار اللي ممكن يديله المهاره دي هو ان يطور لتنين طاعون، واسم يخض زي ده اكيد مش معناه خير ابدا. ورغم انه مرعوب من فكره انه يبقى تنين شرير ماشي ينشر الطاعون، رغبته الجمح في انه يشوف ميريا ويحمي الحاجات اللي تهمه خلته ياخد القرار الجريء. قرر يمشي في السكه الضلمه دي، وعد نفسه ان اول ما ياخد المهاره اللي نفسه فيها هيعيش حياه نظيفه وشريفه ومش هيأذي حد. وبمجرد ما خد قراره اللي زي الزفت ده، ابتدى عمليه التطور اللي قلبت كيانه. جسمه اتحول من شكل تنين رضيع لشكل جديد ضلمه وكئيب ويخوف، بقى اسمه تنين طاعون صغير، وشكله بقى عامل زي اشرار افلام الكرتون، لدرجه ان هو نفسه قال: كل ما ابص لنفسي احس اني شرير. بس المصيبه ما كانتش في الشكل وبس، لا دي جاته معاها سلم المهارات والالقاب الجديده اللي غيرت طبيعته من فوق لتحت. صوت النظام ابتدى يعلن عن التغيرات اللي حصلت له: تطور المهارات القديمه، مهاره عرض الاحصائيات اللي بيشوف بيها قوته وقوه غيره، مستواها عالي من 2 ل 3، وده خلاه يقدر يشوف تفاصيل مهارته هو شخصيا. ومهاره صوت النظام نفسها عليت من 1 ل 2. اما مهاره العض اتطورت لحاجه اوحش اسمها الانياب السامه، وكمان اكتسب مهارات جديده. خد عندك يا عزيزي مهاره الطيران، ودي حاجه كويسه، ومهاره تانية اسمها غريب، مسحوق قشور التنين، وكمان خصائص ومهارات ضلمه تخض. وهنا بقى بدات المصايب الحقيقيه. خد مجموعه قدرات تقلق زي النوع المظلم والنفس الموبوء والمخالب السامه اللي بتشل، القاب جديده تقلق اكتر. وخد لك التقيله بقى، خد لقب الكارثه ولقب القديم فاعل الشر، مستوى عالي من 1 ل 2. التنين اتصدم صدمه عمره، هو كان داخل التطور ده عشان ياخد مهاره يتحول لانسان، مش عشان يبقى ماشي يرش امراض على خلق الله. صرخ في وشه صوت النظام وهو بيزعق: يعمل الهبل ده، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ ليه حولتني الكارثه ماشي على رجلين بتطير؟ بس رد صوت النظام كان بارد ومستفز، وقال انه مش مسموح له يقدم تفسيرات بالتفصيل ده. صاحبنا التنين حس انه اتضحك عليه وانه لبس في الحيط، وحس بالياس وهو شاف ان الطريق عشان يرجع انسان طيب بقى اصعب بكتير من اللي كان متخيله. بما ان مهاره عرض الاحصائيات بتاعته طورت، قرر يستغلها ويشوف تفاصيل المهارات الجديده اللي لبس فيها، والنتيجه كانت مرعبه اكتر مما تخيل. مهاره مسحوق قشور التنين، بفرد الجناح التنين يقدر ينشر وباء بيضعف كل حاجه حواليه، وفي اقصى مستوى المهاره التنين يقدر يقضي على شعوب وامم بحالها بمجرد انه يطير فوقهم. بطلنا المسكين اتخض وركبه عفريت لما قرأ الكلام ده، وادرك انه من غير ما يقصد بقى سلاح دمار شامل بيولوجي ماشي على رجلين. وبعدين بص على المهاره اللي بعدها واللي كانت مصيبه سودا هي كمان، مهاره النفس الموبوء، هجوم بالنفس بينشر وباء مليان امراض، مش بس بيسبب ضعف شديد، لا ده كمان معدي جدا، وفي الماضي كان السبب في القضاء على حضاره كامله. هنا بقى حس ان الامل مات وانه خلاص ماشي في سكه اللي بيروح ما بيرجعش، سكه الشرير رسمي، وسأل نفسه بيأس: وانا ممكن ارجع انسان كويس بعد كل البلاوي دي؟ وهو بيحاول يدور على اي بصيص امل، اي حاجه تفرحه. قرر يبص على الالقاب بتاعته، لقى تناقض غريب جدا بين لقبين عنده كانهم بيعكسوا الحرب اللي قايمه جواه: لقب البطل الصغير، لقب اللي عندهم شجاعه متواضعه واللي طوبتهم ممكن في يوم من الايام تخليهم ابطال حقيقيين. اللقب ده بيديله زياده بسيطه في قوه ضرباته وبيأثر جامد على تطوره. 2. لقب فاعل الشر، لقب للاشرار الشياطين اللي بيسيبوا وراهم جبال من الجثث وبيقعدوا يضحكوا بشر وما بيعدوا ضحاياهم. اللقب ده بيزود قوه هجماته المظلمه وبيخلي تعلم سحر الشفاء اصعب، وبيقلل من سرعه تعافيه، وبرضه له تاثير كبير
على تطوره. حس بقرف شديد من لقب فاعل الشر ده، واتمنى لو يقدر يرجعه ياخد فلوسه. هنا ادرك تمام الادراك انه اختار غلط، واتمنى لو يرجع تاني تنين انه بريء ما يعرفش حاجه. الكاميرا بتروح لقرية البشر، وبنشوف ميريا وماريال بيطمنوا على حجارة الحماية اللي حوالين القرية، وبيدور بينهم حوار بيكشف لنا كتير عن عالم اللعبة ده وقوانينه. ماريال بتشرح لميريا ان الحجارة دي مش سور حقيقي، ده عبارة عن سحر بيخلي الوحوش تحس من اللاوعي بتاعها انها مش لازم تعدي من هنا. بس في نفس الوقت السحر ده ممكن ميبقاش ليه لازمة ضد الوحوش اللي عندها إرادة قوية او هدف معين، وده خلى ميريا تقلق اكتر بخصوص الوحش اللي هجم عليهم من فترة. لما ميريا سألت عن الوحوش، ماريال شرحت لها نظرية التطور. بص يا ميريا، الوحوش دي عاملة زي اللي بيلعبوا جيم، كل ما يقتلوا اكتر كل ما الليفل بتاعهم يعلى، ولما يوصلوا اخر ليفل بيطوروا يبقى اقوى واشرس. وماريال كشفت سر خطير، قالت ان المعرفه دي ما جاتش بالتجربه والخطا، لا دي جت عن طريق ناس مميزين زي الابطال والحكماء اللي بيقدروا يسمعوا صوت النظام، وهو نفس الصوت اللي بيكلم بطلنا التنين. وده بيوضح ان الظاهره دي جزء اساسي من قوانين العالم ده. ماريال حذرت ميريا تحذير شديد، وقالت لها اوعى تسكت اي وحش حتى لو انقذ حياتك. كل وحش في الدنيا دي غريزته بتدفعه انه يدور على القوه عشان يبقى اشرس. المره الجايه اللي هتشوفيه فيها هيكون اتطور وبقى حاجه اخطر بكتير، وهيواجه انيابه ومخالبه ناحيتك انت. بطلنا هو مصمم يرفع مستواه بسرعه عشان يرجع للطريق الصح وياخد مهاره التحول البشري اللي هيتجنن عليها. انطلق عشان يدور على وحوش غلابه يخلص عليهم، بس حظه الهباب وقعوا في فخ عنكبوت عملاق وقوي. التنين اكتشف ان العنكبوت ده اقوى منه بمراحل، استخدم هجوم نفس الطفل بتاعه في نفس الوقت اللي العنكبوت بيستخدم هجومه، وقدر ياثر على الوحش، لكن بيكتشف انه ولع في نفسه. والمفارقه العجيبه ان الهجوم ده خلاه ياخد مهاره مقاومه النار. حاول يستخدم المخالب السما اللي بتشل، بس تاثيرها كان ضعيف جدا، وكل اللي عملته انها عصبت العنكبوت اكتر. التنين ادرك انه مستحيل يكسب، فقرر يخلع. حاول يستخدم مهاره الطيران الجديده بس فشل، شكلها علشان مستواه لسه قليل، وابتدت مطارده طويله ومتعبه. التنين اضطر فيها يستخدم مهاره التدحرج بشكل مستمر عشان يهرب. وهو بيجري زي الفرخه الدايخه مستوى مهاره التدحرج عالي، وخد لقب جديد محرج ويفقع المراره. العداء الجبان بطلنا اتنرفز وقال له جبان في عينك. بطلنا وصل لحافه جرف ونط الناحيه الثانيه، وكان فاكر انه كده هرب، بس اتفاجئ بالعنكبوت بيعدي الحفره بخيوطه. المطارده كملت وهو بيضحك ومذعور، خبط في كام وحش صغير في سكته وقضى عليهم زي ذئب رمادي وحش غابه وغيرهم، وده خلى مستواه ينط نطه خرافيه من 1 ل8. بعد ما بقى اقوى بكتير قرروا انه كفايه هروب لحد كده، وجه وقت المواجهه. بص على مهارات العنكبوت واكتشف ان عنده مهاره اسمها السم المزدوج. العنكبوت هجم عليه بلسانه السام، وفضل مقاومته للسم بطلنا ما تاثرش قوي، بس قرر يستغل الموقف لصالحه وعمل نفسه بيموت وانه بيتألم جدا من السم. ولما العنكبوت قرب منه عشان يديله الضربه القاضيه، فاجئه بطلنا بهجوم نفس الطفل في وشه على طول، ووراه ضربه قويه بديله، ونجح اخيرا انه يقضي على خصمه العنيد ده. بعد ما قضى على العنكبوت القوي ده، التنين خد مكافاه محترمه. مستوى نطه جباره من 8 ل 14، ومستوى مهاره نفس الطفل عالي ووصل ل3، وخد مهاره جديده اسمها ديل التنين عشان يستخدم ديله في الضربه الاخيره. بس برضه فضل الاحباط مسيطر عليه عشان لسه ما خدش مهاره التحول البشري حتى بعد كل التقدم ده. التنين لقى كف مهجور وقرر يخليه بيته الجديد. جاب لحم الذئب اللي قتله عشان يشويه، بس طلع طعمه يقرف. وهو بيبص حواليه لقى فاكهه حمراء ريحتها زي الفلفل. قال اما اجرب، وعصرها على اللحمه، والمفاجاه مش بس ضيعت الريحه الوحشه دي، كمان خلت طعم اللحمه حراق ولذيذ جدا، وبقى اكل يفتح النفس. هو قاعد ياكل ومستمتع بانجازه في المطبخ، راح صوت النظام منور تاني وقال له لقد حصلت على لقب مستر شيف. بطلنا استغرب جدا من اللقب اللي ملوش اي علاقه باللي بيحصل ده، وفكر بحزن انه حتى لو بقى شيف عالمي شكله الوحش ده هيخوف البني ادمين ويمنعه ان يشاركهم اكله، وخصوصا ميريا. نرجع تاني للقريه، بنلاقي اهل القريه مجتمعين وبيتكلموا عن اختفاء دوز، راجل عجوز اسمه بيرتس بيقولوا ان شافه ماشي في الغابه، بس الباقيين بيتريقوا عليه وبيقولوا له اكيد انت كنت سكران. ميريا اللي خافت من مرضها بتوصل وبتسمع كلام، بتقلق وبتقرر ان لازم تروح تدور على دوز، بس ماريال بتواجهها وبتمنعها بشده انها تروح الغابه، وبتقول لها انهم ما ينفعش يخاطروا بحياه ناس تانية. ماريال بتوعدها انها تطلب مساعده من نقابه المغامرين، فماريا بتوافق على مضض. في اخر مشهد التنين بيكمل رحلته عشان يرفع مستواه، بيلاقي حاجه شكلها وحش ضعيف عامل زي بركه ميه صغيره. لما بيحاول يستخدم مهاره عرض الاحصائيات عليه بتحصل حاجه غريبه جدا، بيحس بصداع رهيب والم فظيع في عينه كانها هتطلع من مكانها. صوت النظام قال له ان المهاره بتاعته اضعف من انها تشوف معلومات الوحش ده بمستوى الحالي، وفجاه مهاره عرض الاحصائيات اتجبرت انها تطور من مستوى 3 لمستوى 4. بعد ما الالم هدي، التنين بص تاني عشان يشوف الشكل الحقيقي الوحش المرعب اللي كان فاكره بركه ميه. الحلقه بتخلص على الكشف المفاجئ ده، وبتسيبنا احنا والتنين في حاله صدمه وفضول عشان نعرف ايه اللي هيحصل في المواجهه الجايه مع الكائن الغامض والقوي ده. وفي نهايه الحلقه يا عزيزي ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناه عشان نكمل قصه الانمي، واشوفك على خير. سلام.